عمرك فتحت برنامج وحسيت ان لو انضاف فيه خاصية معينة هيكون افضل، او حسيت ان البرنامج ده ناقصه بعض الخواص، او حتى العكس وفتحت برنامج او موقع وكان فيه كل الخواص اللي محتاجها وسهل انك تتعامل معاه وغيره من مميزات تانية كتير؟ اهو كل ده نبذة مختصرة قوي عن اللي بيقدمه مجال حلقة النهارده. اليو اكس ديزاين مجال كبير يستحق يبقى ليه حلقة خاص بيه، رغم ان مهضوم حقه والاغلب ما يعرفش اهميته، بس احنا دورنا نوعيك ونعرفك هو ايه. فبعد ما اتكلمنا الحلقة اللي فاتت بالتفصيل عن اليو اي، واتكلمنا باختصار عن اليو اكس واليو اي يو اكس اور ويب ديزاين، ووضحنا الفرق بينهم، فاحنا في حلقة النهارده هنتكلم بالتفصيل عن يعني ايه يو اكس ديزاين، وهنعرف مسؤولياته وطبيعة شغله، وكمان اهميته، وازاي يقدم افضل تجربة مستخدم، والمهارات المطلوب توفرها في اليو اكس ديزاين، واهم البرامج اللي هتحتاج تتعلمها. معاكم محمد الصواف من قناة رحالة، فيلا نبدأ. فخلينا في الاول نفتكر تعريف اليو اكس ديزاين. زي ما قلنا الحلقه اللي فاتت، هو اختصار ليوزر اكسبيرينس ديزاين، يعني تجربه المستخدم، وهي الجزء المسؤول عن البحث والتحليل وفهم طبيعه المستخدم لتوفير افضل خدمه ليه. ومن هنا نقدر نبدا نتكلم عن مسؤوليات اليو اكس ديزاينر. فهو مسؤول عن حاجات كتير، زي عمل ابحاث لفهم الفئه المستهدفه وفهم احتياجاتهم وطريقه تفكيرهم والمشاعر والاحساس اللي محتاج يوصلوا ليهم، تحليل البيانات الناتجه عن عمليه البحث لتحديد افضل خواص للبرنامج وطريقه عملها، توفير تجربه استخدام سهله وتتماشى مع هدف العميل، تحديد افضل طريقه لتوصيل المشاعر المطلوبه عند الاستخدام، والتواصل المستمر مع رجال الاعمال ومع المطورين عشان يفهم منهم متطلبات العمل والهدف من الموقع او البرنامج لتوصيل المعلومات لباقي الفريق، زي اليو اي ديزاينر، ايجاد حلول للمشاكل اللي وارد حدوثها، وعمل سكتش نهائي لتجربه المستخدم واسمه واير فريم، وده عباره عن سكتش للبرنامج بعد تحديد جميع العناصر اللي محتاجها عشان يطلع افضل تجربه للمستخدم، وممكن يكون ورقي او ديجيتال. واليو اكس ديزاينر متخصص في تحديد اي تجربه مستخدم، زي الجيم اكسبيرينس والويب سايت اكسبيرينس والموبايل ابس اكسبيرينس، ديسكتوب ابس اكسبيرينس، واوبريتنج سيستم اكسبيرينس. ومن طبيعه عمله ومسؤولياته واضح قد ايه هو مجال مهم، بس خلينا نزيد من الشعر بيت ونتكلم اكتر عن اهميته. فتعتبر تجربه المستخدم مهمه لانها سبب في زياده رضا المستخدم، وده عشان بتحاول توفر احتياجاته بافضل واسهل تجربه. سبب في زياده الانتاجيه والكفاءه، لانها بتوفر لك انسب طريقه يقدر المستخدم يسلكه للوصول لهدفه واللي هتكون افضل ليه وللعمل. سبب في تقديم تجربه ايجابيه افضل، وده من اهم المهام اللي بيحاول المصمم تحقيقها. حلقه وصل بين العملاء والمنتج، وده بيتم من خلال التواصل مع المستخدمين دايركت او طرق تانية زي استطلاع الراي. سبب في الحفاظ على ولاء المستخدمين للمنتج او العلامه التجاريه، فلو كان من الصعب التنقل في الموقع الخاص بيك فهيبدا المستخدم يدور على بديل اكثر سهوله في الاستخدام، وهينتج عن ده ان ممكن تخسر عملاء كتير محتملين، وعشان كده ما ينفعش تقلل من تجربه المستخدم ولازم تهتم بيها. طيب ايه اللي ممكن يخلي تجربه المستخدم كويسه، او ايه الحاجات اللي المفروض احطها في الاعتبار وانا بجهز تجربه المستخدم، او بمعنى اصح ازاي اعمل تجربه مستخدم كويسه؟ في حاجات كتير مشتركه هتلاقيها في اي تجربه مستخدم، زي تلبيه احتياجات المستخدم، يعني مهما كان اللي بيعمله المستخدم باستخدام منتجك او خدمتك لازم تتاكد من انه قادر على تحقيق النتيجه المطلوبه. تحكم وحريه للمستخدم، وارد ان يحصل خطا فلازم توفر مخرج لما يحصل الخطا ده، ويعتبر خدمه الرجوع للخطوه اللي قبل كده واحده من الطرق للتحقيق ده، بالاضافه لامكانيه الغاء العمليه. سهوله الاستخدام، يعني يكون من السهل التصفح وتقدر توصل للي انت عايزه بسهوله. تصميم بسيط، ما تحاولش تربك المستخدم بعرض معلومات كتير او غير ضروريه، وحافظ على تركيز الشاشات وتقليل الحوارات لزياده الرؤيه والوضوح. سهل التعلم، عند اول مره استخدام للموقع لازم يحس ان تعلمه واستخدامه سهل. توجيهي، بتوجه المستخدم من نقطه للتانيه طوال فتره الاستخدام لحد هدفهم الاخير بسهوله. جعله مألوف، حتى لو المستخدم اول مره يزور الموقع او البرنامج لازم يحس ان اتعامل معاه قبل كده ويعرف يستخدمه بسهوله. ودايما سيب بصمتك، اعمل حاجه تخليهم يحسوا انهم مميزين ويحبوا يستخدموا صفحتك او البرنامج الخاص بيك تاني. فطبيعي ان هيكون لليو اكس ديزاينر مهارات مختلفه عن اليو اي ديزاينر. فايه المهارات المطلوب توفرها في اليو اكس ديزاينر؟ 1. قوي في البحث وتحليل البيانات، طبعا ده لفهم الفئه المستهدفه وفهم احتياجاتهم وطريقه تفكيرهم. مهتم بالتفاصيل وحل الالغاز والمشاكل وعنده عقل فضولي. مهتم بفهم سلوك الاشخاص واسبابهم وايه اللي ورا دوافعهم وسلوكهم. القدره على عرض الافكار، لانه حلقه وصل بين العميل واليو اي ديزاينر والمبرمج. مهارات تواصل وحل المشكلات، لانك مسؤول عن التواصل مع العميل وايجاد حلول المشاكل اللي وارد حدوثها. يقدر يشتغل مع فريق لان دي طبيعه شغله، فهو ما بيشتغلش ابدا على بروجكت كامل لوحده. وزي ما وضحنا ان شغلك ممكن يكون ورقي او ديجيتال، فلو انت حابب تنقل شغلك من سكتش لديجيتال تقدر تتعلم برنامج واحد من دول وهيسهل عليك كتير، زي فيجما، ادوبي اكس دي وسكتش. فلو حابب تبدا في المجال ده يبقى لازم تبدا تهتم بالمهارات المطلوبه، وممكن تبدا في تعلم برنامج من اللي تم ذكره. وبكده يبقى وصلنا لاخر حلقتنا، واتمنى ما اكونش طولت عليكم، وانتظرونا في الحلقات اللي جايه. مع السلامه.